اساسي؟ لا، البترول لن ينتهي. في تصور خاطئ عند كثير من المحللين انه المملكه العربيه السعوديه تريد تخلص من النفط. هذا امر غير صحيح تماما. احنا نريد ان نستفيد من كل شيء في المملكه العربيه السعوديه، سواء في القطاع النفطي او قطاعات مختلفه. فلو بتكلم مثلا عن القطاع النفطي، لو تنظر لاغلب المحللين العالميين، توقعاتهم بالاجماع انه الطلب على النفط سوف ينمو حتى 2030. الاغلبيه يتوقعون ان الطلب على النفط سوف ينمو حتى 2040، والاقليه يتوقعون ان في 2030 سوف يبدا ينخفض الطلب على النفط تدريجيا حتى 2070. لو تنظر من الناحيه الاخرى، هنا نتكلم عن الديماند اللي هو الطلب على النفط، لكن لما نتكلم عن الناحيه الاخرى من ناحيه السبلاي، تجد السبلاي يفقد اسرع بكثير من انخفاض الطلب على النفط. فمثلا الولايات المتحده الامريكيه لن تكون دوله منتجه للنفط بعد 10 سنوات. اليوم تنتج تقريبا 11 مليون برميل، بعد 10 سنوات لا تكاد تنتج مليونين برميل. الصين اليوم تنتج داخل الصين 4 مليون برميل، لن تصل بعد 4 سنوات الا الى 0 برميل تنتجه في 2030 او شيء هامشي قليل. روسيا اليوم تنتج تقريبا 11 مليون برميل، بعد 19 سنه او 20 سنه سوف تنتج مليون او اقل او اكثر برميل. فالسبلاي ينخفض اكثر بكثير من انخفاض الطلب على النفط. الطلب على النفط ينمو ل 2030 وسوف ينمو ل 2040 بتوقع اغلب المحللين، لكن السبلاي ينخفض من بعد 5 سنوات تدريجيا. فمعناته هذا بيكون على عاتق المملكه العربيه السعوديه انه لاحقا في المستقبل تزيد انتاجها لتغطيه الطلب على النفط. هذا جزء مبشر، لكن يجب ان لا نعتمد عليه. الجزء الاخر في القطاع النفطي، تعرف اذا لما تروح للداون ستريمينج ربحيتك تزيد. اليوم المملكه العربيه السعوديه تنتج لمواد ومشتقات نفطيه وغيرها تقريبا 800 ألف برميل سنويا. نطمح اليوم مع شركه ارامكو ان المملكه العربيه السعوديه في 2030 تحول 3 مليون برميل الى صناعات تحويليه مختلفه. فهذا بعد اخر سوف يحقق نمو كبير جدا. 3 مليون برميل اثرها اقل شيء سوف يكون ضعف البرميل الخام اللي ينتج من النفط. وفي برنامج انفاق راس مالي لارامكو ضخم جدا اعلن عنه في برنامج شريك، تقريبا قد يشكل 40 او 50% من برنامج شريك. ايضا